انت اللي صورتني اول فيديو، وانت اللي كنت بتفرح لما الناس تتغزل في جسمي علشان تقبض. غيار اللبس ده مفيش نزول بيه. يا ترى انت حارس للشرف ولا سمسار على عرضك؟ السلام عليكم يا ولاد الاصول. النهارده مش جاي علشان شهره ولا جاي اجمع لايكات، انا جاي اسال سؤال لكل واحد لسه بيقول على نفسه راجل. امتى بقى اللحم الرخيص تجاره والستر لشوى والتشدد؟ احنا في 2026 وبقينا بنشوف مهازل كانت زمان تخلي الدم يغلي في العروق، والنهارده بقت ترند وفلوج. يا راجل ده احنا كنا بنقول زمان البيوت اسرار، النهارده بقت البيوت بس مباشر. واحد فاتح الكاميرا بيصور مراته وهي بتطبخ بملابس لا تليق الا بغرفه النوم علشان يجمع قلوب ولايكات من ناس لا هو يعرفهم ولا هم يعرفوه. يا اخوانا الستر زينه، وقله القيمه وعدم النخوه خيبه. والراجل اللي يفرط في شرفه وغيرته على اهل بيته وعرضه علشان نجم او اسد بكره ينزل يجيب ورقه بوسطه لحد ما المدام تعمل الواجب مع الضيوف. نسي ان الرجوله انك تكون حارس على شرفك مش سمسار على عرضك ولحمك. بنته كبرت وهي شايفه ان ابوها هو اللي بيصورها، وان قيمتها في عدد المتابعين وجسمها وابتذالها هو وسيلتها الوحيده للنجاح. بعد شويه لقت طريقه اسهل واسرع من اللايك والشير علشان تجيب بيها فلوس، حاجه كده في المستخبي، ولا من شاف ولا من جري. ولما وقعت في المحظور واتمسكت وانفضحت، الاب بكى وسالها ليه يا بنتي؟ كان الرد طبيعي جدا منها، وهي بتقول له انت اللي صورتني اول فيديو، وانت اللي كنت بتفرح لما الناس تتغزل في جسمي علشان تقبض، جاي دلوقتي تعمل فيها 7 رجاله وتقول لي ليه؟ الرجوله مش صوره، الرجوله غيره ونخوه وشوره. يا اولاد الاصول، زمان كان الواحد بيغير حتى من خياله، والنهارده بقينا بنشوف عجب العجاب. يحكى ان اعرابيا ليله زفافه قتل الحصان اللي زوجته كانت راكباه، وحينما سئل لماذا فعل ذلك رد بكلمات تكتب بماء الذهب، قال: شعرت بالغيرة أن يركب أحدا مكانها ويشعر بدفء جسدها على ظهر الحصان. شوفوا الغيرة وصلت لفين، خاف على أثر الدفء بتاعها على ظهر الحصان مكان ما كانت قاعدة. وده اللي علمه لنا الشرع، لما المرأة بتقوم من مكانها ما نجلسش وراها على طول، لازم نستنى شوية لحد ما المكان يبرد. تخيل غيرة الأعرابي وشرع ربنا فين، وإحنا النهاردة بقينا فين. وأشباه الرجال بيصوروا زوجاتهم بكامل زينتهم ويقولوا للناس بصوا واتمتعوا واعملوا لايك. يا ابوي على ده زمان. بقى السمسار مسمي نفسه موديل ومتفتح وسبور، والحارس مسمينه معقد ومتشدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوس الذي يقر في أهله الخبث. والديوس هو الراجل الذي لا غيرة له على أهل بيته. أين أنتم من سعد بن عبادة حين قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. الخلاصة اللي بيفرط في الستر النهاردة بيبكي على الشرف بكرة. أنا بوجه كلامي لكل ذكر قاعد بيضحك جنب مراته وهي بتشحت هدايا وتسمع غزل وتحرش. انت فين؟ كرامتك فين؟ رجولتك ودينك وقوامتك فين؟ القوامة يعني حماية وستر، مش خيال مآتة في بيت ما فيهوش راجل. النهارده مش هقول لك اعمل لايك، والنهارده هقول لك بص في بيتك وشوف هل انت راجل بجد ولا خيال مآتة؟ هل انت سايق وحاكم بجد ولا مقضيها والناس لبعضيها؟ هل انت حارس على عرضك وشرفك بجد ولا سمسار؟ وخد بالك السماسرة انواع، اللي ما يعرفش بنته رايحه فين وجايه منين يبقى سمسار، اللي ما يعرفش بنته مين صاحبتها وايه اخلاقها وايه وضع اهلها يبقى سمسار، اللي ما بيقولش لبنته ادخلي غيري اللبس ده مفيش نزول بيه يبقى سمسار، اللي سايب بنته تدخل وتخرج وترجع متاخره وبراحتها يبقى سمسار. لو انت معايا في ثوره الاخلاق اكتب لي في التعليقات الرجوله غيره مش متاجره، وشارك الفيديو ده علشان نصحي اللي نايم في العسل. اشوفكم في فيديو جديد، وعاش يا ولاد الاصول.